السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا عاملين إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكم في الدرس الأول، الوحدة الأولى في منهج العلوم، التكيف والبقاء. يلا بينا، بس قبل أي حاجة لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زرار الجرس. الاشتراك في القناة واللايك والشير مش محتاج فلوس. الله على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. طبعا التكيف والبقاء ده أول درس في منهج العلوم السنة الرابعة ابتدائي، ولكن تعالوا نحكي حكاية الدرس الأول. طبعا التكيف تؤثر بعض المشكلات على البقاء، اللي هي على حياة الكائنات الحية، زي درجة الحرارة، قلة المياه وندرة المياه، عدم توفير الغذاء والمأوى اللي هو المسكن المناسب. طبعا تتكيف الحيوانات والنباتات مع البيئة والمكان ومع المناخ والحرارة كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة، الحفاظ على سلامته والحصول على الغذاء. تعالوا مع بعض ناخد أول هذه الحيوانات. تعالوا بينا. وأول هذه الحيوانات الخفافيش، والخفافيش كان مهم في حياة الإنسان والكائنات الأخرى، حيث يتغذى كثيرا من الخفافيش على البعوض بالمنهج العلمي بالأسلوب العادي، العادي اللي هو الذباب وبعض الحشرات الأخرى. وكمان مهمة أيضا للنباتات والزهور. طبعا تتكيف الخفافيش مع البيئة في نقطتين. أول نقطة، تنام الخفافيش ووجهها ماي ورأسها إلى الأسفل، ولديها أيضا قدرة على الطيران مثل الطيور. أما الخفافيش حيوانات ليلية يزداد نشاطها ليلا، فتعتمد على الصدى اللي هو صدى الصوت، اللي هو رجوع الصوت في تحديد مكان وأماكن الفريسة. طيب، أما السحالي الصحراء، طبعا سحالي الصحراء تحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها بالبقاء في الظل لأوقات شديدة الحرارة. أما المناخ هو إحدى أسباب التكيف للكائنات الحية. أما البطريق، أقدام البطريق تتكيف مع البيئة. يعيش البطريق طبعا زي ما عارفين، يعيش البطريق في القارة الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أكثر المناطق في العالم برودة، ويغطي جسمها ريشا كثيفا وأيضا طبقة من الدهن، ولكن تتعرض أقدام التي لا يوجد بها ريش للبرودة شديدة بسبب الثلج، وتتكيف بطريق مع البيئة، تحمل الأوعية الدموية الدفء من الجسم المغطى بالريش إلى الأقطاب ليظل جسمه، يعني الجسم بتاعه دافئ، وبذلك يكرم الدم الموجود في الجسم، يكرم الدم الموجود في الجسم البطريق إلى مش بارد خالص خالص خالص. طب طريقة التكيف، خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتقاصي في النظام البيئي الذي يعيش فيه. تعال ناخد كذا حاجة. الفار الأبيض والقطب القطبي يساعده على الدفء وتخفيف بين الثلج للحصول على الفريسة. أما الدب الأسود والبني، لون الفراء بتاعهم يساعد على التخفي بين الأشياء للصيد. لو وصلتوا هنا وما عملتوش لايك وشير واشترك في القناة، يا حبيب قلبي اعمل، والله لازم 3 مش هتخسر حاجة، بالعكس ده دعم منك ليا، فضلا وليس أمرا. الوشاق المصري أو القط البري له فر لونه بني يساعده على التخفيف في الصحراء.
اما السحالي دي لها قشور ملونة للتخفي بين الحيوانات المفترسة والصيد. التخفي برضو ايه هو التخفي؟ التخفي نوع من التخفي يساعد الكائن الحي مع الاختباء بمساعدة لونه او شكله. لايك شير سبسكرايب في القناة وتفعلوا زرار الجرس. السلام عليكم، استنوا مزيد من الفيديوهات. عايز دعم 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 دعم، علشان ده بيديني نفس او بيعمل لي نفس عشان اعمل لكم فيديوهات. لايك وشير وسبسكرايب في القناة. السلام عليكم.